حبايبي، قبل ما يبدأ الملخص تعالوا نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة. جيت وجبت لكم ملخص الجزء الأول من المسلسل الباكستاني هير ميرزا، وبيحكي مسلسلنا عن التغيير اللي بيحصل في حياة هير بعد وفاة باباها، وبتقابل تيمور ميرزا وبيحبها، بس مع دخول شخص تالت بينهم بتبدأ الخلافات تسيطر على أبطالنا. بس يا ترى ايه اللي هيحصل معاهم؟ طب لو عاوزين تعرفوا انا بقصد اقول ايه، تعالوا بينا نشوف الملخص مع بعض، بس يا ريت تكملوا لي الاخر ويلا بينا. يبدأ مسلسلنا في بيت ديل نواز، وهير بتكون بتجهز وهي حزينة جدا عشان النهاردة فرحها على ديل نواز، ودي بقى بتكون زيبونيسا مامة هير، وبتقول لها ان الحنة بتاعتها حلوة قوي، وده معناه انها هتكون سعيدة في حياتها. وهير بتقول لها مش مهم اللون، كده كده هيروح يا ماما، ودموعها بتكون مالية عيونها. وزيبونيسا بتكون مش عارفة تعمل لها ايه، وبتيجي الست دي اللي احنا مش عارفين لسه هي مين، المهم انها بتكون مبسوطة قوي، وبتقول ان عروسة ديل نواز لازم تكون جميلة كده، وهو فعلا قرر انها تجهز هنا، وهو اللي يسيب بيته ويرجع فيه تاني زي الغريب عشان ياخدها من بيته لبيته التاني. وهير بتقول لها مفيش فرق لو كانت العروسة هنا بمزاجها أو غصب عنها، وبتقول لها اسمعي بقى، لما جمال بيزيد بنطلع صدقات علشان نمنع الحسد، بس لما الهوس بيسيطر على العقل احنا بنعرف كويس قوي نتصرف معاه ازاي. وبتجيب الأساور دي وبتقول لها انت ممكن تعتبريها زينة أو أغلال، المهم انك مش تخرجي منهم أبدا، وبتسيبها وتخرج. وهنا قدام القصر بيكونوا الرجالة دول واقفين، وجوجي بيصحي تيمور ميرزا وبيشاور له على القصر، وتيمور بيكون متضايق جدا. وبنرجع عند هير وبتكون بتلبس الأساور، ومامتها بتقول لها انت بتعملي ايه؟ وبتقول لها بلبس الأغلال. وندى بتقول لها منعيها يا خالتي، انا مش فاهمه هي بتعمل في نفسها كده ليه. وزيبونيسا بتقول لها يا هير يا حبيبتي، انت مش مجبره انك تعملي كده، لسه عندنا وقت. وهير بتقول لها وقت؟ هو ده الوقت الوحيد اللي لينا، وده القرار الصح للكل، عشان ما يحصلش أسوأ من كده لازم نكون سعداء دلوقتي. وبتفضل تعيط وهما مش عارفين يعملوا لها ايه ولا يساعدوها ازاي. وهنا المدرب بيقول لتيمور ان خروج هير من القصر ده مش هيكون سهل ابدا، وتيمور بيقول له انا اللي هرجعها، انتوا فعلا جيتوا كلكم معايا لحد هنا، بس لو كنتوا خايفين تقدروا ترجعوا وانا هقدر اعمل ده لوحدي. وجوجي بيقول له شفت يا مدرب، احنا جينا كل ده عشان نساعده وهو مش فارق معاه اصلا. وبعدين هير اصلا ولا مره ادت له ذره امل ولا قالت له انها بتحبه. وتيمور بيقول له مش مهم، بس انا بحبها، ولو حتى هي ما حبتنيش ده اختيارها، انا مش هقدر اجبرها عليا. والمدرب بيقول له روح يا تيمور اختبر حبك الاول. وتيمور بيقول له طب وعدني انك هتوصل هير لبيتي لو انا عشت او مت، بس لازم هي ترجع سليمه. وبيسيبهم ويمشي، والمدرب بيقول لهم انا كنت بدربه وفاكر ان هو هيدخل سباق 100 متر، بس هو بيجري دلوقتي عشان هير، يلا بقى انتوا عارفين هتعملوا ايه. وبيتحركوا، وتيمور بيدخل القصر من على السور وبيسحب البنزين من السكوتر ده، وبيدخل في السر مع العمال على اساس ان هو بيشتغل يعني. وهير بتكون خلاص جاهزه وقاعده وشايله الهم قوي. وندى بتقفل الباب وبتقول لها اقول لك الحقيقه، انا حاسه ان مش مكتوب لك الجواز النهارده. وهير بتقول لها لا، انت شايفه كل حاجه حواليكي بتدل على الجواز مش الحب. وندى بتقول لها انت لقيتي الحب مره يا هير، بس انت اللي ضيعتيه من ايدك ورفضتيه ليه. وهير بتقول لها في طريق هير مش مكتوب حب ميرزا. وفجاه بيدخل تيمور ميرزا وبيحضنها، وهير بتخاف جدا، بتقول له انت بتعمل ايه هنا يا مجنون انت. وبيقول لها انا قلت لك قبل كده، عرفتك اني بحبك قوي واوعدك اني هاخدك من هنا. وهير بتقول له هتاخدني ازاي، انا موافقه على الجوازه دي. وبيقول لها خلاص قولي لي بقى انك موافقه على الجواز ده بارادتك، وانا مش هتكلم وهمشي على طول. وبيحط ايديها على راسه وبيقول لها احلفي بحياتي انك ما حبيتنيش ابدا. وهي ما بتقدرش تحلف وبتفضل تعيط، والباب بيخبط وبيروح تيمور يستخبى بسرعه، وبتكون زيبونيسا وبيظهر تيمور وبتقول له انت بتعمل ايه هنا، حد يفهمني في ايه. وندى بتقول لها احنا ما عندناش وقت، العريس ممكن يوصل في اي وقت، احنا لازم نخرج من هنا بسرعه. وهير بتقول لها انت ساعدتيه، انا قلت لك اني تعبت على قد ما قدرت عشان اسيطر على نفسي. وتيمور بيقول لها سيطرتي على ايه، انت دايما بتعملي كده، يلا تعالي معايا وبلاش اللي بتعمليه في نفسك ده. وبيقول لهم يلا انا جهزت كل حاجه، وبياخدهم ويخرج بسرعه في السر وبيهربهم هما، وبيكون هو مش هيخرج معاهم، بس هير بترفض تخرج من غيره وبتفضل معاه. وتيمور بيرمي النار على البنزين وبيولع في المكان كله، وبنعرف ان كل ده كان مشهد في المستقبل. خلونا نعرف ايه اللي هيحصل معاهم من الاول. وبنرجع فلاش باك، وبيكون تيمور بيعمل تمرين جري وهو اللي بيكون فايز كالعاده يعني،
والكل بيبارك له، بس المدرب بتاعه بيقول له بلاش تكون واثق في نفسك قوي كده، انت كويس بس لسه ما بقتش الأحسن. وجوجي بيقول لتيمور إن الجدة بتتصل بيه من بدري وإنها عاوزاه يرجع على البيت علشان يشوف الشغل اللي في البيت. فتيمور بيقول للمدرب أنا هسمع كل كلامك بعد كده، بس لازم أمشي دلوقتي عشان مش هقدر أخالف كلام جدتي أبدا. وبيمشي بسرعة، وده بيكون ديل نواز، وبيكون الراجل ده بيترجى إن هو يسامحه ويديله فرصة تانية، بس الديل نواز بيشاور لرجالته وبيخليهم ياخدوه، وبيقول له في عالم ديل نواز مفيش فرصة تانية ودي أنفاسك الأخيرة، وبيسيبه ويمشي. وهير بتكون مع زيبونيسا وبيركبوا القطر وشكلهم مسافرين، وتيمور بيكون بيغير هدومه وبيقول لجوجي هو في ايه في البيت عشان كنت بتتكلم كده قدام الكل. وجوجي بيقول له اصل هير جايه بكره، وتيمور بيفرح قوي وبيقول له الله هي مش جايه. وجوجي بيقول له لا ما هي غيرت رايها والجده بعتتني مخصوص عشان اقول لك. وتيمور بيقول له انا لازم ارجع بسرعه عشان اجهز نفسي واروح اجيبها من المحطه، وبيمشي بسرعه. وهنا زيبونيسا بتقول لهير انا عاوزه افهم بقى ايه اللي غير رايك وخلاكي تيجي معايا. وهير بتقول لها انا فهمت ان الشغل مش هيخلص، وكمان احنا ما رحناش بيت جدتي من زمان وعندنا فرحين، فرح خالي وفرح كيانات، فازاي هفوتهم بقى وانت عارفه انهم هيزعلوا قوي، وانا وكيانات كنا مع بعض من صغرنا، وبعدين انا ما اقدرش بقى ما احضرش فرحها، وجدتي وجدي اكيد هيزعلوا، وخالي سهيل برضو اكيد هيزعل مني. وزيبونيسا بتقول لها كده مش فاضل غير تيمور، هيعمل ايه هو كمان بقى؟ وهير بتقول لها لا تيمور ده ما بيعملش اي حاجه. وبيرن تليفون هير وبتروح تتكلم بعيد عن مامتها، وبتكون ندى وبتقول لها انت عارفه كويس قوي خطوره اللي انت بتعمليه ده ومش هيخلص على خير خالص. وهير بتقول لها ما تقلقيش انا هصلح كل حاجه، بس انا لازم امشي من هنا. وندى بتقول لها خليكي هنا وواجهي الموضوع. وهير بتقول لها لا اسمعي كلامي، انا هقفل تليفوني دلوقتي وبعدين هبقى اشتري خط جديد وهكلمك منه على طول. وبتقفل معاها، وفي حد بيكون بيراقبها وبيصورها كمان. وفي بيت عيلة ميرزا بيكون بابو وسهيل بيتخانقوا على مين اللي هيشيل الحاجات دي، والاتنين بقى واخداهم الشهامة قوي. وتيمور بيكون واقف ياكل التفاح وبيتفرج عليهم ويضحك، وبيجي زبير وبيقول له انت مش مكسوف من نفسك؟ انت عامل فيها رياضي كده وواقف تتفرج وسايب عمك وجوز اختك هما اللي بيشيلوا الحاجة. وتيمور بيقول له انا لسه راجع ما تقلقش هشيل، وبيروح يشيل مع سهيل وما بيخلوش بابه يشيل حاجة خالص. وهنا الجد بيتكلم في التليفون وهو متعصب جدا وبيزعق عشان الفراخ لسه ما وصلتش. جدو مفيش طيبات عندكم؟ وبيدخل تيمور وسهيل بالحاجات دي، والجدة بتعرفهم يحطوها فين. بتفضل تنادي على صبيحة اللي بتكون اصلا مامة تيمور وبتقول لها تشوف كيانات فين وما نزلتش لحد دلوقتي ليه. وصبيحة بتقول للخدامة تروح تنادي الكيانات، وبتدخل هي على المطبخ تشوف ايه اللي وراها. وزبير بيكون واقف مع بابه وبيتكلم معاه وبيقول له يدخل يقعد معاهم شوية، بس بابه بيقول له لا مش هينفع ادخل قبل الفرح كده، وبيسلم عليه ويمشي. وزبير بيروح يتكلم مع باباه وبيقول له انا مش فاهم انت ليه تعبت نفسك وتعبتنا معاك كده، ما كنا اتفقنا مع شركة وهي اللي اهتمت بالاكل وخلاص. والجد بيقول له انت اتجننت خالص، انا مستحيل اعمل كده ابدا، وهعمل زي ما كان بيعمل بابايا واجدادي معانا، والكل هنا هيجوزوا بالطريقة دي والاكل هيتعمل في البيت. وزبير بيقعد ساكت بقى، وتيمور وسهيل لسه بيشيلوا الحاجة، والجد بيقول لزبير سهيل هنا وانت هنا، وسايبين المحل لمين بقى ان شاء الله؟ وبيقول له زبير الموظفين هناك. والجد بيتعصب جدا وبيقول له ما ينفعش تسيب المكان للموظفين كده ولازم حد مننا يكون هناك. وبيقول له يلا قوم عشان نروح. وبينادي لمراته وبيقول لها اهتم انت بكل حاجة على ما ارجع. وبتقول له بس متأخرش عليا كل حاجة هنا محتاجة لك. وتيمور بيكون مبسوط قوي وبيغني مع نفسه هير جاية هير جاية، ده شكله اتهبل يا حرام. صحيح الحب بيخلي العقل يتجن. وبتيجي جدته وبتقول له انت اتجننت ولا ايه؟ انا شايفاك واقف بتضحك مع نفسك كده، شوف لك حاجه اعملها احسن. انت ناسي ان عندنا في البيت ده فرحين، فرح اختك وفرح عمك، وانت عليك مسؤوليه كبيره، وما تنساش ان عمتك وهير جايين بكره ولازم تروح تجيبهم من المحطه. وبيقول لها هي مش هير كانت مش هتيجي؟ ايه بقى اللي خلاها تغير رايها؟ والجده بتقول له لا هي ما تقدرش ما تجيش والا كنت هبعتك جري تجيبها. وبيقول لها ياه كنت هجري من كراتش اللاهور، انا صحيح رياضي بس مش سوبرمان. والجده بتقول له طب كفايه سخافه بقى ويلا روح اطمن على اختك، انا حاسه انها مش كويسه وقلت لمامتك كام مره بس هي مش مهتمه ببنتها خالص. وتيمور بيسيبها ويخرج يلعب بالطبله، وصبيحه بتروح وراه وبتقول له يا ابني روح اعمل لك حاجه ولا اختفي من قدامي، انا مش حمل بهدله من جدتك وجدك اكتر من كده. وبتروح عشان تشوف كيانات، وكيانات بتكون بتتكلم في التليفون، وصبيحه بتنادي عليها من بره وبتقول لها تعالي بقى جدتك بهدلتني. وكيانات بتقول لاحسان بالله عليك اوعى تتهور، انا لازم اقفل دلوقتي.
وبتسمع مامتها وهي بتنادي تاني وبتقول لها حاضر يا ماما حاضر، انا حاسه اني تعبانه بس شويه. وصبيحه بتقول لها لا مش وقت تتعبي فيه خالص ده، تعالي تحت يلا. كائنات بتقول لها حاضر، كان شويه صداع وراح وهنزل دلوقتي. وبتقفل المكالمة وبتكون متضايقة جدا. وتيمور بيكون طالع وبتقابله صبيحة وبتقول له يا ابني اعمل لك حاجة بدل ما انت بتلف من هنا لهنا كده. بيقول لها انتوا بهدلتوني وخلاص، ما انا من الصبح بدخل الحاجات. وحماتها بتنادي عليها وبتنزل بسرعة. وبيطلع تيمور لكيانات وهو بيغني ومبسوط، وبتقول له انا فاهمة ان كل فرحتك دي بسبب ان هي جاية، بس انت لازم تعترف لها بحبك المرة دي بقى. وبيقول لها وهعمل ايه يعني يا نصحة لو رفضت يعني. وبتقول له على الاقل تكون اعترفت بدل ما انت بتحبها في دماغك كده وبس. وهو بيقول لها لا يا ستي متشكر قوي، انا عايزه افضل احبها كده لحد ما تكون ملكي. فبتقول له بس مش معنى انك بتحب انك هتاخد اللي بتحبه. وتيمور بيتريق عليها وبيقول لها يا سلام عليكي، بقيتي بتقولي قصايد عشان هتتجوزي. وهي بتقول له انت عمرك ما هتفهم كلامي. وبتسيبه وتنزل. وهو بيقعد يتريق عليها ومش في دماغه. وبتنزل كيانات وبتقعد مع جدتها وبتعتذر لها انها اتاخرت عليها وبتطلب منها تعمل لها اكلتها المفضله. وفي القطر بيكون جيل نواز موجود في القطر مع رجالته وبيدوروا على هير وبيلاقيها نايمه وبيصحيها من النوم وبيقول لها وانت فاكره انك هتهربي مني؟ قلت لك انك قدامك اختيارين، يا اما تتجوزيني او ترجعي الفلوس. وهير بتقول له انا هرجع لك فلوسك بس سيبني. وبيقول لها لا خلاص انا مش عايز الفلوس، انا عايزك انت. وهير بتتصدم. وهير بتصحى من النوم وهي مخضوضه، وكل ده كان في الحلم اصلا. ومامتها بتكون قلقانه جدا عليها، والست اللي معاهم في القطر بتكون حشريه موت وبتقول لها بيقري عليها قرآن، اللي بيحصل لبنتك ده مش طبيعي خالص. وهير بتقول لها انا كويسه، انا ما كنتش نايمه كويس بس. وهنا بنرجع فلاش باك لهير وهي راجعه من المدرسه ومامتها بتطلب منها انها تاخد الشاي لباباها. وهير بتاخد الشاي وهي مبسوطه قوي وبتروح علشان تشوفه، لكن بتصرخ من الصدمه لما بتلاقي باباها شانق نفسه ومامتها بتيجي على الصوت وبيكونوا مصدومين. وبنرجع للواقع تاني وهير بتخرج عشان تشم هوا وبتفتكر اللي حصل معاها. وبترجع فلاش باك لما كانت خارجه وجيل نواز وقف قدامها بعربيته وطلب منها تركب معاه، وهي استغربت قوي وقالت له انت مين اصلا؟ هو انا اعرفك وازاي تقف قدامي كده؟ وبيقول لها باباكي عليه ليا فلوس كتير قوي ولازم اتكلم معاكي علشان الاقي حل للموضوع ده. وهي بتتوتر جدا وبتقتنع بكلامه وفعلا بتركب معاه. وبعدين بنرجع للواقع تاني وهير بتكون متضايقه جدا وبتطلب من ربنا يساعدها ويخليها تقدر تقرر هتعمل ايه. وفي قصر ميرزا الجده بتكون متعصبه جدا وبتزعق في الكل علشان كل واحد عايش في عالم مع نفسه ولا كأن عندهم فرحين في البيت. وكمان بنتها وحفيدتها جايين على البيت وبتسأل عن تيمور. وصبيحة بتقول لها انه خرج من بدري علشان يجري. والجدة بتتعصب اكتر وبتقول الولد ده هيجنني فعلا. وجوزها بيقول لها انت عامله دوشه من الصبح كده ليه؟ ما هو قالك انه هيروح يجيبهم، وبعدين اصلا القطر اتأخر ساعتين. والجدة بتسكت بس بتلاقي كيانات نازله وبتقول لها ما حد سأل كيانات تفطر ايه؟ انا قلت البنت دي عروسه ولازم نهتم بيها. وكيانات بتقول لها والله يا تيتا محدش هنا بيفكر فيا غيرك انت. وبيجي زبير وبيتكلم مع باباه وبيقول له انت فاكر مين اللي هيجي المحل النهارده صح؟ وبابا بيقول له ايوه فاكر، ويا ريت تهتم بحاجه تانية بقى، ده فرح بنتك على الاقل. وسهيل بيجهز ويخرج يقابل زبير وبيساله لو اتكلم مع باباهم وبيكون متحمس قوي. وزبير بيقول له وفكرته بس هو كلمني وحش كالعاده. وسهيل بيقول له لا بص بقى احنا المره دي لازم نقنعه والا الصفقه دي هتروح من ايدينا. وبيسيبه ويخرج. وبيروح سهيل لمامته وبيقول لها انا خارج شويه. وبتقول له هتروح فين دلوقتي؟ انا مش فاهمه انت كل شويه بتخرج كده ليه؟ وكمان اختك وبنتها هيوصلوا ولازم تستقبلهم. وبيقول لها ما تقلقيش انا مش هتاخر وهكون هنا قبل ما هم ييجوا. وبيخرج بسرعه وبياخد السكوتر بتاع تيمور كمان. وتيمور بيكون قاعد بره وبيشوفه وهو لابس هدومه واخد السكوتر بتاعه كمان وبيكون متضايق قوي. وبيجي زبير وبيزعله وبيدخله. وسهيل بيكون واخد صايمه ودي حبيبته اللي هيتجوزها وبيلفوا بالسكوتر وهم مبسوطين جدا وبيتكلموا عن جوازهم. وكينات بتكون بتتكلم مع إحسان وبتقول له اوعى تتهور عشان خاطري، اوعى تعمل حاجه. وبيقول لها بس انا بحبك، انت ليه مش عاوزاني اتكلم مع عيلتك؟ وبتقول له لانها هتكون مشكله كبيره، وبعدين احنا ما عندناش في العيله اصلا اوبشن ان البنت تحب، وبعدين خلاص انا اتحدد جوازي وانت لازم تقبل القدر. وبتقفل معاه وبيدخل تيمور وهو جاهز وبيقول لها ها شكلي حلو؟ وبتقول له ايوه طبعا. وبيكون متعصب قوي عشان سهيل لابس هدومه وبيقول لها لما هير توصل يا ريت تكلميها عني شويه. وبتقول له حاضر وبيحضنها وبيقول لها انت فعلا صديقة
صديقتي المقربة، وبيمشي وهو مبسوط قوي. وكينات بتكون زعلانة قوي وبتقول يا ريت الأخ كمان يكون صديق أخته المقرب. وهنا بابو بيكون بيتكلم مع مامته، وهي بتكون معترضة على الحاجات اللي عيلة كيانات جابوها، وشايفة بقى إنهم قليلين جدا. بس بابو بيكون مش فارق معاه، وبيقول لها إن مش مهتم بالحاجات دي، مش مهتم بأي حاجة غير بكيانات وبس. ومامته بتكون متعصبة منه قوي وبتقول له انت هتبدأ تنسى من دلوقتي ان امك؟ اتفضل روح اعمل لي شاي بقى، يلا روح. وهنا هير ومامتها بيوصلوا المحطة، وتيمور وجوجي بيستقبلوهم. وتيمور بيسلم على عمته وبيكون عامل تقيل قدام هير يعني، وما بيكلمهاش اصلا. وهي بتقول له يشيل الشنط بتاعتها وبتكون هتقع، وتيمور بيلحقها. وطبعا الراجل اللي بيراقبهم بيصورهم، والراجل بيكلم جيل نواز وبيقول انهم وصلوا كراتشي. وجيل نواز بيقول له خليك معاهم وعينك ما تتشالش من عليهم، وقولي على كل اللي بيحصل. وبيقفل معاه. وهنا بتوصل هير ومامتها على القصر، والكل بيرحب بيهم وبيستقبلوهم وبيكونوا مبسوطين بيهم جدا وبيقعدوا ياكلوا. وتيمور ما بيشيلش عينه من على هير خالص. وهير بتروح تقعد مع كيانات في اوضتها وبيتكلموا عن ذكرياتهم. وكيانات بتقول لها هو انت ليه ما تجيش انت وعمتي وتعيشوا معانا هنا، خصوصا ان باباكي مات. وهير بتقول لها ذكريات بابا كلها هناك وانا مش هقدر اسيبها. وصبيحة بتنادي الكيانات وبتنزل وبتسيب هير قاعدة تفكر هتعمل ايه. وهنا زيبونيسا ومامتها وباباها قاعدين وبيحاولوا يقنعوها انها تعيش معاهم هي وهير، لكن هي بتقول لهم هير هي اللي رافضة وعاوزة تعيش في بيت باباها وهي اللي تسدد ديونه. والجد بيقول لها هو انت فاكرة انه مات بسببي؟ وبيزعل قوي وبيسيبهم ويخرج. وبيرجع فلاش باك لما خوار بابا هير راح علشان يطلب منه فلوس، بس هو رفض ان هو يديله وقال له اعتمد على نفسك وبطل تعتمد على الديون. وبنرجع للواقع تاني وبيجي زبير وبياخده علشان يخرجوا. وزيبونيسا بتقعد مع مامتها وبتقول لها اتكلمي مع بابا وفهمين ان محدش بيلومه على اللي حصل، وان هيرا عندها عزة نفس ورافضة خالص ان هو اللي يدفع الديون. ومامتها بتحضنها وبتقعد تعيط. وعند هير بترجع فلاش باك لما راحت لديل نواز البيت وقالت له انه عايزاه يديها وقت وهي هتسدد كل ديون باباها. وهو بيقول لها ماشي، بس هيكون قدامك اختيارين، يا اما تسددي الفلوس اللي على باباكي يا اما تتجوزيني. وطبعا هير اول ما بتسمع كده بتتصدم، وهير بتكون قاعده بتعيط وبتلاقي تيمور داخل الأوضة وبيدور على كيانات وبتقول له انت ازاي تدخل كده، دي أوضة بنت. وبيقول لها بس دي أوضة أختي. وبيقعدوا يتخانقوا مع بعض شوية وبعدين بتطلب منه ان هو ياخدها السوق، وتيمور طبعا بيوافق وبيروح يجهز. وهير بتقعد تهدي نفسها وبتقول لنفسها مفيش داعي للخوف، انا هنا في امان. وتيمور بيكون بيجهز وبيرن تليفونه وبيكون المدرب بتاعه وبيسأله ما جيتش التمرين ليه. وتيمور بيتهرب منه وبيقول له عندنا فرحين في البيت والشغل كتير جدا وانا مش فاضي. وهير بتدخل وبتقول له يلا عشان نمشي. وتيمور بينسى نفسه وبيقفل مع المدرب بسرعة وبيروح وراها من غير ولا كلمة. والمدرب بيكون متعصب منه جدا. وجوجي بيقول له مدام هير هنا انسى ان تيمور يخرج من البيت، المفروض ندعي كلنا ان هير تمشي بعد الفرح والا مش هنكسب المسابقة ابدا. والمدرب بيزعله وبيقول له روح شوف تيمور وما ترجعش من غيره يلا. وزبير بيروح مع باباه على المحل بتاعهم، واحسان بيكون بيشتغل هناك والجد بيزعله لانه سرحان ومش مركز في الشغل خالص. واحسان بيعتذر له وبيكون سهيل كمان موجود وبيتكلم مع زبير وبيكونوا متحمسين ان هم يقابلوا الراجل بتاع الصفقة وخايفين قوي لحسن باباهم يبوظ كل حاجة. وتيمور بيقول لهير انه هيشتري كل اللي هي محتاجاه وبتقوله لا شكرا انا بشتغل كويس وبعرف اشتري لنفسي كل حاجة ووفر فلوسك لنفسك. وتيمور بيتضايق جدا وهي بتقوله خلاص ما تزعلش بقى، انا عاوز اشتري خط جديد ممكن انت اللي تشتريه لاني نسيت البطاقة بتاعتي. وتيمور بيوافق. وهنا زبير وسهيل وباباهم بيقابلوا الراجل ده وبيكون عاوز يشتري القصر بتاعهم ويعملوا سوق تجاري كبير وهيدفع لهم فيه مبلغ كبير جدا يقدروا بيه يفتحوا فروع كتير جدا في كل مكان في باكستان. بس الجد طبعا بيرفض وبيقول له انا مش هفرط في ورث اجدادي ابدا. وزبير وسهيل بيكونوا متضايقين جدا والراجل كمان بيكون متضايق وبيقول لهم يفكروا في كلامه كويس ويبقوا يردوا عليه وبيسيبهم ويمشي. وصايمة بتكون قاعدة مع مامتها وبيرن تليفونها وبيكون سهيل وبتقول له ها باباك وافق؟ وبيقول لها لا وشكل الموضوع كده مستحيل. وصايمة بتتضايق جدا وبتقول له كنت عارفة. وبيقول لها ما تقلقيش انا وسهيل هنتكلم مع زيبونيسا واكيد هي هتقنعه. وصايمة بتقول له يا ريت تتصرف بسرعة بقى لاني مش هستحمل التحكم ده كتير. وبتقفل معاه وبتكون متعصبة جدا ومامتها بتقول لها انها لازم تكون شديدة معاه علشان تعرف تاخد حقها. ايه يا حاج انت مدخلاها حرب ولا ايه؟ وبتقول لها صايمة لا انا مش هقدر استحمل سنين كده زي صبيحة والكل بيتحكم فيا واكون خدامة ليهم.
ومامتها بتقول لها بس وضعك غير وضع صبيحة، انت هتروحي هناك بس بنتهم هتيجي هنا، واحنا بقى ساعتها هنقدر نضغط عليهم زي ما احنا عاوزين، انت ما تشغليش بالك خالص. وبتقتنع صايمة بكلامها. وهنا زيبونيسا هي وصبيحة والجدة بيكونوا مع كيانات وبيعملوا الطقوس بتاعة الفرح، والكل بيكونوا مبسوطين وبيضحكوا. وهنا إحسان بيكون قاعد مش مركز في الشغل خالص وبيتفرج على صورة كيانات، وبيجي سهيل وبيزعق له وبيقول له يركز في الشغل شوية، وبياخد فلوس المحل وبيقول له ما تنساش تيجي البيت عندنا النهاردة علشان الفرح اللي عندنا، وبيمشي. وإحسان بيكون متضايق جدا. وعند هير وتيمور بيكونوا بيتخانقوا على كل حاجة كالعادة يعني، ولا كأنهم توم اند جيري. وهير بتدخل وبتشتري كل الحاجات اللي هي عاوزاها، وتيمور بيساعدها وبيكون شايل كل حاجة، وهي بيكون ماشية زي الأميرات. والراجل اللي بيراقبها بيصورها وبيبعت الصور لديل نواز، وديل نواز بيكون متضايق جدا وبيعمل اتصالاته. وجوجي بيكون مستني تيمور قدام البيت وبيقول له انت كنت فين؟ المدرب بيسأل عنك. وهير بتسأله مدرب ايه؟ وبيقول لها انه هيدخل سباق جري كبير قوي. وهير بتضحك وبتتريق عليه وبتقول له ما لقيتش غير الرياضة دي، وبيقعدوا يتخانقوا شوية. وجوجي بيشوف العربية اللي بتراقبهم وبيروحوا وراها بسرعة، وهما بيكونوا مش فاهمين اي حاجة وبيدخلوا. وجوجي ما بيلحقهمش وبيكون متضايق من نفسه جدا. وسهيل بيكلم صايمة وبيقعدوا يحبوا في بعض شوية، وصايمة بيكون كل همها الصفقة وبس. وبتقول له انت لازم تتكلم مع زيبونيسا وتقنعها تتكلم مع باباك، وبيقول لها ما تقلقيش كل حاجة هتتحل، وبيقفل معاها. وهنا بيكون الاحتفال وبيحتفلوا بكيانات وسهيل وكلهم بيكونوا مبسوطين جدا. وهير بتروح تتكلم مع تيمور لما بتلاقيه واقف لوحده كده وهو بيعاكسها شوية وبيقول لها انت حلوة قوي. وكالعادة مامتها بتنادي عليها، وتيمور عينيه بتفضل عليها وهو مبسوط وعينه ما بتنزلش من عليها أبدا. وهنا بيوصلوا الموظفين بتوع المحل وبيباركوا. وكيانات لما بتشوف إحسان بتتوتر جدا وبتتضايق قوي، وهير بتلاحظ ده وبتنادلها كيانات وبتقول لها أنا تعبانة جدا عاوزة أروح أوضتي أرتاح شوية. وهير بتقول لها طب هاجي معاكي، لكن كيانات بترفض وبتروح لوحدها. وهير بتشوف نظرات إحسان لكيانات وبتفهم إن في حاجة بينهم. وبعد ما الحفلة بتخلص الجدة والجد بيكونوا قاعدين في أوضتهم وبيتكلموا عن أحفادهم. وبتقول له الجدة بص بقى بعد كيانات على طول عاوزين نجوز تيمور. والجد بيقول لها خليه يكسب المسابقة بس وانا عارف هو هيجوز مين. والجدة بتقول له انت لسه بتفكر في هير؟ وبيقول لها مش وقته الكلام ده. وبيخرج. وسهيل وزبير بياخدوا زبونيسة الأوضة وبيقعدوا يتكلموا معاها عن ديون جوزها اللي هي لازم تسدها، وبنتها مش هتقدر عليها طبعا، علشان كده هي لازم تقنع باباهم ان هو يبيع البيت ده. وزبونيسة بترفض بس هم بيضغطوا عليها بالكلام وبيقنعوها ان ده مستقبل بنتها، وباباهم بيكون بره وبيسمع كل كلامهم وبيكون متضايق قوي. وهنا هير بتدخل الأوضة وبتلاقي كيانات منهارة من العياط وكل حاجة حواليها متكسرة. وتيمور بيكون قاعد مع جوجي وبيكلموا عن حبه لهير، وهير بتنزل وبتسمع كلامه وبعدين بتروح تتكلم مع تيمور. وجوجي بيسيبهم لوحدهم وبتقول له انت كنت بتقول ان كيانات اقرب صديقة ليك وانها عارفة عنك كل حاجة، طب انت سألت نفسك هي حاسة بايه او لو كنت انت اقرب صديق ليها؟ وتيمور بيكون مش فاهم اي حاجة خالص. وبس كده لحد هنا وبيخلص الجزء ده من مسلسلنا. ولو عاوزين تعرفوا اللي هيحصل بعد كده استنوني في ملخص الجزء الجديد وانا ان شاء الله مش هتأخر عليكم. ويا ريت كل اخواتي يواظبوا على الصلاة في مواعيدها. ولو عجبكم الفيديو يا ريت ما تبخلوش علينا باللايك، ولو اول مرة تتفرجوا علينا يا ريت تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد بنقدمه، وان شاء الله اللي جاي هيعجبكم اكتر.